هو مايوكا راح فين؟ في يومين زي دول في الانتقالات الشتوية الزمالك تعاقد مع ايمانويل مايوكا. كانت اغرب صفقة تعاقد معاها الزمالك، مش بس عشان الشكل اللي ظهر بيه مايوكا بسبب فورمة صبحي كابر اللي كان عاملها، لكن كمان اصلا الاغرب ان الزمالك تعاقد مع اللعيب ده بالتحديد. اللعيب ده عاش طول عمره بيلعب في لعب في قبل ما يروح الزمالك، وبعد ما مشي من الزمالك برضه كمل لعب في مايوكا. بدأ مشواره في الكورة في زامبيا في فريق اسمه كابوي ووريرز، بعدها راح انتقل لليهود وراح لعب مع مكابي تل أبيب وقعد معاهم فترة مش قليلة. ثم بعد كده الكارير بتاعه بدأ يكبر، مشي من مكابي تل أبيب راح فريق اسمه يانج بويز في سويسرا، ومن يانج بويز في سويسرا راح سويس هامبتون لحد ما راح فريق ميدز الفرنسي، المحطة اللي قبل الزمالك على طول. والزمالك تعاقد مع اللعيب رغم تاريخه الكبير في إسرائيل، وحتى لو هو لعيب سوبر مش شرط انك تجيبه رغم ان انت عارف تاريخه كويس وعارف ان اللعيب ده لعب فترة طويلة جدا في اسرائيل. اللعيب ده طبعا شفنا منظره وشفنا شكله مع الزمالك وهو ما بيلعبش، وباين جدا ان هو وزنه مليان، وباين جدا ان هو بياكل في قتة محلولة، شغل يهود بقى. بعد كده مشي من الزمالك وراح فريق برضه في اسرائيل اسمه غريب كده، انا حتى مش عارف اقرا اسمه كويس، اسمه حاعوبل رنانة، اسم غريب جدا. وفضل فيه فترة لحد ما راح فريق اسمه نابسا ستارز، ده موجود برضه في زامبيا، لحد ما اعتزل سنة 2023 وهو كان عمره 33 سنة. عايزك تقولي في التعليقات رأيك في صفقة زي كده، وهل لعيب ممكن يلعب في الدوري الإسرائيلي ممكن نشوفه بقميص أي فريق بيلعب في الدوري المصري أو حتى دوري عربي؟